الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. كتب الموت على الخلق جميعا، فكم قل من جيش وأفنى من نور. أين الذين شادوا وسادوا وبنوا، جمعوا الكنوز فلم تغن القلب. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، جمعوا الكنوز فما بقينا وما بقى. قبورنا تبنى وما تبنى، فيا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. قبورنا تبنى، فكم من مقابر عدنا وما عدنا، وكم من قبور تبنى وما تبنى. والإنسان في هذه الدنيا عنده ساعات معدودة ومؤقتة. إذا هو عاش 80 سنة كأنه عاش في التقدير ديال الله سبحانه وتعالى جوج ساعات. 40 سنة بالتقدير ديالنا حنايا هي ساعة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. 80 سنة هي جوج ساعات بالتقدير ديال الله سبحانه وتعالى. كأن الإنسان دخل من باب من فرجة وخرج من أخرى، كما عاش نوح عليه الصلاة والسلام 1100 عام أو 1050 عاما. لأن الآية ذكرت أنه ما بعد الطوفان عاش نوح، ما بعد الطوفان عاش مدة يعني تساوي 50 عام، وعاش قبل زمن البعثة والنبوة عاش مدة أيضا، لكن القرآن ذكره 1000 سنة إلا 50 عاما دون هذه الفترة، جوج بهم هذه الفترة هذه. ولما سألوه قال: كأنني دخلت من باب وخرجت من باب أخرى. أيها السادة الأعزاء، تذكروا هذه اللذات، فإن الموت إذا قرب الأجل لم ينفع العمل. الدنيا دار بلاء ووباء وعمل وشقاء، والآخرة دار جزاء وبقاء. والدنيا فناء، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. لما سألت الملائكة: يا رب، نحن سكان السماء ولسنا بسكان الأرض، فقال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجه الله تعالى. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، كما قال الشاعر. إذا جاءت المنية والموت قالوا بأن التميمة اللي كيعلقها الإنسان على عنقه يعني كيعتقد شي اعتقادات أنها كتنفعو وكتدفع عليه الدنيا وكتدفع عليه المصائب والشر، حتى هذيك اللي كيعلقها التميمة اللي كيعلقها على عنقه إذا جاءت المنية فما نفعت أبدا تلك التميمة التي جعلها على عنقه، لأن الموت يكسر الحياة. ما كاينش يعيش بمرة أبدا بعد ذلك. إذا جاء أجلها لا تستأخر ساعة ولا تستقدم. فإذا جاء أجلها فإنها لا تستأخر ساعة ولا تستقدم. فالإنسان يروح بدون عودة، وأعظم الفراق هو فراق الأحباب. لأن قالوا ثلاثة ديال الحوايج هي اللي كتغير النظرة للإنسان للحياة. قالوا: ودي فراق الحبيب إذا فقد الإنسان شي قريب منه، وإذا الإنسان مرض، وإذا الإنسان دخل السجن. وكيزيدوا واحد 4 كيقولوا: إذا الإنسان عاش في الغربة. هذا 4 الحوايج هذه كتغير النظرة للإنسان للحياة، كيحقد الإنسان للحياة وكتغير الطبيعة ديالو والتعامل ديالو مع الغير. أيها السادة الأفاضل، يقول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: تذكروا هادم اللذات. هادم اللذات هو الموت، فإذا جاء الموت انتهى كل شيء. هذيك اللي كيعلقها التميمة اللي كيعلقها على عنقه إذا جاءت المنية فما نفعت أبدا تلك التميمة التي جعلها على عنقه، لأن الموت يكسر الحياة. ما كاينش يعيش بمرة أبدا بعد ذلك. إذا جاء أجلها لا تستأخر ساعة ولا تستقدم. فإذا جاء أجلها فإنها لا تستأخر ساعة ولا تستقدم. فالإنسان يروح بدون عودة، وأعظم الفراق هو فراق الأحباب.
قالوا ثلاثة ديال الحوايج هي اللي كتغير النظرة للإنسان للحياة. قالوا بفراق الحبيب إذا فقد الإنسان شي قريب منه، وإذا الإنسان مرض، وإذا الإنسان دخل للسجن. وكيزيدوا واحد الرابعة كيقولوا إذا الإنسان عاش في الغربة. هذا 4 الحوايج هذه كتغير النظرة للإنسان للحياة، كيحقد الإنسان للحياة وكتغير الطبيعة ديالو والتعامل ديالو مع الحياة. أيها السادة الأفاضل، يقول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: تذكروا هادم اللذات، هادم اللذات هو الموت، فإذا جاء الموت انتهى كل شيء. الإنسان عنده في هذه الدنيا 2 ساعات، عنده ساعة واحدة هي عامة، إذا قامت جات وسط ذاك الوقيته هذيك فعلى العموم الناس كاملين ما تنفعهم والو. وذلك فإذا بلغت الروح الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، هذه عامة. وبالنسبة فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، هذه خاصة. كل واحد من الإنسان إذا بلغت الروح الحلقوم فإنه لا ينفعه توبة ولا ينفعه عمل ولا غفران للذنوب ولا أي شيء. وعندنا ساعة عامة وهي في قضية طلوع الشمس من مغربها، فإن باب التوبة حينها لا يقبل أبدا بالنظر، هذا على العموم. فالتوبة إذا عند ذلك الوقت لا تقبل، لأنه قد حان الإبان وحان الأوان. أيها السادة الأعزاء، إن أحد الصالحين كان يقول: إنني أكره الحق. هو كيقول أنا أكره الحق، ولكن دابا من بعد ما تفهم المعنى، بعد ما تذوق المعنى غادي تفهم المسألة ديال كيفاش دايرة. قال: أنا أكره الحق وأهرب من الموت وأهرب من الرحمة وأصلي بدون وضوء. وهو أحد العارفين بالله، شخص معروف، ولكن يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، والقبر صندوق العمل. ومن عاش في الدنيا ومن عاش في الدنيا 80 حجة فلا بد أن يسير يوما إلى القبر، فالقبر باب وكل الناس داخله. ولهذا قال أحد الشعراء: يا صاحي شمر، يعني عندي اتفق الناس، يعني ثار انتباههم هذه المسألة، يعني بقاو تايهين في هذه المسألة وشغلتهم. قالوا كيفاش هذا الإنسان كيصلي بدون وضوء؟ فلما سألوه قال: أصلي بدون وضوء هي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. والبخيل البخيل من ذكرت أمامه ولم يصلي عليه. اللهم صل على سيدي الأنام. قال: أصلي بدون وضوء هي الصلاة الإبراهيمية، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلاش كنقولوا اللهم صل على سيدنا محمد وكنقول اللهم صل على سيدنا إبراهيم؟ لأن سيدنا إبراهيم لما عرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال له إبراهيم: أبلغ أمتك أو أقرئ أمتك مني السلام. فلذلك احنا في التحية نقول اللهم صل على سيدنا إبراهيم كذلك أيضا. إذا سألوه قالوا: كيف تصلي بدون وضوء؟ قال: أنا أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه لا تحتاج إلى وضوء، وأكره الحق والحق هي الموت، لأن الموت هي اليقين وهو الحق حتى أتاك اليقين. إذا أتى اليقين وأتت الموت فالموت حق لا بد منه ويقين لا شك فيه. وأنا أهرب من الرحمة، الرحمة هي المطر. قال لهم: أنا ملي كنكون الرحمة هو المطر، ملي كيكون الشتاء كينزل كنتخبى وكنضلل وكنهرب من الشتاء. هذا هو المعنى د هذه الأسئلة وهذه الأمور هذه ثلاثة باش ما تفهموهاش فهم آخر. أكره الحق وهي الموت، وأهرب من الرحمة وهو الشتاء والمطر، لأن المطر رحمة للعباد ونعمة كبيرة معه يتحرك كل شيء. وكذلك أصلي بدون وضوء، أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخيرا دخل ملك الموت على سيدنا سليمان عليه السلام، وبهذه ختمه إن شاء الله. فكان جالسا معه، وإذا برجل يدخل. شوف واحد النظرة ماشي هي النظرة المعتادة، ذاك النظرة اللي كيشوف اللي هي معروفة، يعني الإنسان كتكون نظرة ما مبنياش على غش ولا ما مبنياش. نظر ليه واحد النظرة ما عجباتوش. فلما خرج ملك الموت سول داك الراجل، سول سيدنا سليمان قال له: ما عجبتنيش النظرة هذا السيد هذا اللي كان معاك. قال له: هذا ملك الموت أتاني يقبض روحك، جا باش يقبض روحك،
ديالك باش يموتك، لأنه واجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت. هذه عقيدة صافية، عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال له مر الريح، وكان كيتحكم في الرياح، قال له مر الريح تحملني من هنا إلى الهند، وهو كان في عمان وكان في الأردن. قال له مر الرياح أن تحملني من هنا، وكان يتحكم في الرياح. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. قالوا كل الرياح تهزني من هنايا إلى بلاد الهند باش ما يلحقناش ملك الموت تما ويقتلني ويشد الروح ديالي يقبضها. قالوا وسيدي ماشي مشكل نديرو لك خطر. فأمر الريح فحملته إلى بلاد الهند. فلما جاء